السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعين قناة وصفات مهمة لحياتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإندومي. الإندومي من الوجبات السريعة اللي بتحبها معظم البيوت وبيعشقها معظم الأطفال. سهلة وسريعة التحضير وبيعملوها كتير في البيت، إنما لها خطر كبير جدا جدا جدا. هنعرف النهارده ايه الاخطار بتاعتها وازاي تعمل اندومي في البيت بطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت بيحبها برضو الاطفال. تابع الفيديو معايا للنهايه علشان تعرف كل الحاجات دي. خليكم معايا. الاندومي من الاكلات المشهوره في الصين واندونيسيا والحتت دي، ومن الاخطار بتاعته ان هو علشان يتحفظ في اكياس ويقعد فتره طويله عند البياع او في المصنع فلازم انه بيتعالج ازاي؟ اولا ان هو بيتصنع على البخار. الاندومي بيتصنع على البخار وبعد كده بيتقلي في الزيت، ولما بيتقلي في الزيت بيسيبوه فترة طويلة فبتتحول الدهون من الزيت إلى المكرونة. المكرونة بتشرب الدهون، وبيتعالج بمواد خالية تماما من السعرات الحرارية، يعني ما فيهاش أي قيمة غذائية للجسم. ومش بس ما فيهاش أي قيمة غذائية، لا دي كمان مضرة، يعني ما بتفيدش انما كمان بتضر. وعشان يحافظ على مدة الاستهلاك بتاعته كام شهر عند البياعة لازم ان هو يعالجها المعالجة دي. تاني حاجة ان المكرونة نفسها مغلفة بالشمع. طبعا دي معلومة تعتبر جديدة على الناس، يعني ان المكرونة مغلفة بالشمع. وطبعا من المعروف ان الشمع بيعمل تليف في الكبد. غير كده بيحتوي على كمية كبيرة من الملح كده للحفاظ برضو عليه اثناء التغليف بتاعه او علشان الفترة بتاعته تبقى اطول. والملح طبعا بيتكون من الصوديوم اللي بيؤثر على جميع اعضاء الجسم. بكثرة الاستخدام الصوديوم بيأثر على جميع اعضاء الجسم. في كمان بيحتوي على مواد كيميائية برضو للحفاظ عليه للتغليف علشان ما يبصش، اللي هي الملانات والديوكسين، ودولت من المواد الرئيسية في الإصابة بمرض السرطان. ربنا يكفينا ويكفيكم شره يعني. فطبعا سمعت ناس كتير بتتكلم بتقول ان الاندومي الخطر بتاعه في البهارات بتاعته او في الحاجات اللي بتيجي معاه. لا، المكرونة نفسها خطر. يعني في ناس بتاخدها وعشان بيقولك تتفادى الخطأ بتاعه او الخطر بتاعها نعملها في البيت. لا، برضو المكرونة نفسها خطر 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 خطر. احذروا من الاندومي. طبعا اللي احنا قلنا ده كله حاجة، وان في ناس فتحت اكياس الاندومي لقت فيها دود. فهي نصيحة ما تدخلش الاندومي بيتك. طبعا احنا دلوقتي هنعرف ازاي هنعمل الاندومي بالطريقة المنزلية المفيدة للجسم والمفيدة للأطفال. تابعونا للآخر. دلوقتي ديت المكونات اللي احنا هنحتاجها. معلقة فلفل أسمر، معلقة توم بودر، معلقة بصل بودر، معلقة ملح، دي بصلة صغيرة وقرن فلفل صغير مفرومين. بصلة وقرن فلفل صغير مفرومين، معلقة توم، معلقة فلفل، معلقة بصل، معلقة ملح. كل ده معالق صغيرة. هنشوف دلوقتي هنعمل. دلوقتي حطينا البصل والفلفل
في معلقه زيت، وهنفضل كده مع التقليب لحد ما يغير لونه، ونشوف هنحط بقيه البهارات. دلوقتي غيرت لونها كده زي ما انتم شايفين. حطينا ايه؟ كوبايه ميه بهارات بقى. كوبايتين ميه. بعد كده البهارات بتاعتنا كلها زي ما قلنا. يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يتفضل يشترك معانا ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديده. يا ريت يا جماعه لو سمحتوا تبقوا تقللوا الملح شويه. الملح عشان الناس اللي عندها ضغط. بنعمل حاجه مظبوطه والله يا جماعه. الاندومي ده خطر جدا 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 والله. اكتر حد اتأثر بيه ابني، عنده 13 سنة وعنده المعدة تعبانة والقولون تعبان، والحمد لله ربنا يشفي كل مريض. هو ادمان بالنسبة للاطفال، بيعتبر ادمان. عشان كده انا عملت الفيديو ده علشان احذر فيه الناس كلها من استخدام الاندومي. كده احنا حطينا المكرونة في المية وهي بعد ما غلت. المية بتغلي والمكرونة فيها، هنسيبها بقى لحد ما ايه ما ده كده طبق المكرونة بعد ما استوت. فعلا والله ريحتها جميلة جدا، ريحتها جميلة جدا وطعمها جميل على فكرة، ومفيدة للأطفال، مفيدة قوي 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 للأطفال. دي حاجة احنا عاملينها في البيت وضامنينها. كده حاجة والله طعمها جميل، طعمها جميل فعلا يعني. ألف هنا وشفا اللي هياكلها. انا ما بحبش الاندومي اصلا. الاندومي نفسه ما تحبهوش، انما تحبي ديت ماشي، دي احنا عاملينها بايدينا وطبخينها بايدينا وكل حاجه بايدينا واوائلها بايدينا ومكوناتها بايدينا، كل حاجه بايدينا. عشان كده بتبقى مفيده للاطفال ومفيده لاهل البيت. في بقى يعني ممكن تعملها بالطريقه ديت، وممكن تحط المكرونه مسلوقه لو عايز، لو مستعجل عليها يعني ممكن تسلق المكرونه الاول، او اسلقي المكرونه الاول وبعد كده تحطيها. يفضل تسلق المكرونه قبل ما او يفضل انك تسلقي المكرونه قبل ما تحطيها مع البهارات، هتبقى كده اسرع من الطريقه دي. بس الطريقه دي جميله جدا. يا ريت يا جماعه اللي مشتركش في القناه يتفضل يشترك معانا ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.